السلام عليكم يا حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة واحسن حال. دلوقتي هنعمل مع بعض يا حبايبي، هنعمل فتة النهاردة مع بعض. فانا جبت كده بطة ذبحتها ونضفتها كده بالشكل ده، ما بنريش خالص. ودلوقتي بقى هفتحها بقى واغسلها كويس ونعلق عليها بقى ونشوف هنعمل ايه. هفتحها الاول وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي انا فتحته اهو، وفصلت الأجنحة والرقبة والرجلين، ويلا وغسلته برضو. بس يلا ايه، هننقعه بقى شوية بالماء والملح والليمون والزنجبيل. ودلوقتي يا حبايب قلبي جاهزة على الطبيخ اهي، ما شاء الله. غسلتها كويس جدا بالدقيق الأول في المية مع ليمونتين، وبعدين بالليمون والملح والزنجبيل نقعته شوية. وجاهز بقى على ايه، على التعليق بقى على النار. ودلوقتي معايا يا حبايبي علقت عليها على النار اهي. عملت 3 بصلات قطعتهم شرايح، ونزلت عليهم بالفلفل الاسود والملح، ودعكتهم كويس قوي لحد ما الميه بتاعت البصل نزلت. لما ميه البصل تنزل يا جماعه بتدي طعم وريحه حلوه قوي، الريحه بتبقى جميله جدا. وقطعت طماطمتين كده بالطول، وقرن فلفل، ونسيبها بقى على الهادي كده ونغطي عليها تبقى مكمورة على الهادي كده، مش هنزود مية حاليا، ونسيبها براحتها كده. هنغطي عليها بقى ونسيبها مع بعضها. ادي اهي معايا يا جماعة، طبعا هي على الهادي جدا، فانا طلعت معايا المية دي اهي، وسايباها بقى براحتها لسه كده. نزلنا هنا يا حبايبي بالتوم اهو مع دي شحمة بقى دي كنت مسيحاها، بس كان لونها ابيض كده وجميل. هنا هنحمر التوم مع بعض كويس جدا عشان نعمل بقى التقلية بتاعت الايه، الفتة. نزلت هنا مع التومة يا جماعة بشوية كزبرة ناشفة اهي، الله ريحة الشحمة دي طالعة جميلة جدا مع الكزبرة والثوم. طبعا مش هنحمرها، هنزل بقى بايه، بشوية خل كده، ونسيبه يشرب كده شوية، وانزل بقى بالطماطم اللي انا مقشراها وفرمها في الخلاط مع مكعب مرق الدجاج.
بسم الله. بسم الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ونسيبها بقى يا حبايبي تسبك في بعضها كده كويس. وبعدين بقى بعد ما تسبك احط لها بقى الفلفل الاسود مع الكمون مع نص معلقه صغيره سكر، وتبقى جاهزه معانا. ادي الفته اهي يا حبايبي بعد ما خلصت اهي. وادي البطه بتاعتنا معانا اهي. وادي الشوربه، يا رب تعجبكم. مع الف سلامه.